الحكاية بتبدأ في يوم شتوي هادي 26 فبراير سنة 1970. الساعة كانت 2:30 الظهر في مدينة دمياط وعزبة البرج. الصيادين في مراكبهم بيسحبوا الشبك والناس في البيوت بتمارس حياتها العادية، ومحدش كان يتخيل إن اللحظات اللي جاية هتحول السماء لساحة مواجهة عالمية مشتعلة. فجأة صوت زئير المواتير شق السكون، والناس رفعت عينيها للسماء وهي مش مصدقة اللي شايفاه. في الوقت ده الكيان اللي كانوا عايشين في وهم الزراعة الطويلة وفاكرين إن الطيران بتاعهم يقدر يوصل لأي مكان في مصر ويخرج سليم، بعده تشكيل تقيل ومستفز. 4 طيارات فانتوم للهجوم، ومعاهم 4 طيارات ميراج للحراسة، هدفهم يكسروا هيبة الساحل الشمالي للدلتا. بس المرة دي الحسابات كانت مختلفة تماما. الفريق أول محمد فوزي بيحكي في مذكراته إننا اتعلمنا الدرس القاسي من 67. زمان كنا بنطلع حماية روتينية فكان العدو بيجهز لنا الفخ، ولكن المرة دي احنا اللي طبخنا الفخ. الأوامر كانت واضحة: نقوا أكفأ 4 طيارين وحطوهم في حالة استعداد قصوى بطائرات الميج 21 في القواعد القريبة. وأول ما راداراتنا لقطت التشكيل بيقرب من بلطيم، النسور انطلقت زي السهام. المعركة ما كانتش خناقة عابرة، دي كانت ملحمة اشترك فيها 16 طيارة من الجانبين. نص ساعة كاملة من المناورات المرعبة وصوت الفرقعة بيزلزل البيوت في دمياط. الطيار المصري كان بيثبت للعالم وللاتحاد السوفيتي إنه مش بس بيعرف يسوق طيارة، ده فنان بيطوع الحديد في الجو. التوجيه الأرضي المصري كان في قمة الدقة، بيوجه الطيارين زي قطع الشطرنج. مجموعتين من طياراتنا اشتبكوا، واحدة مسكت الفانتوم المغير والتانية قطعت الطريق على الميراج اللي بيحميه. المعركة اتسعت وشملت ساحل الدلتا كله ومنطقة البحر الأبيض. وأجمل لحظة في الحكاية هي اللي شافها أهالي دمياط وعزبة البرج بعينيهم. الصيادين سابوا شباكهم ووقفوا على ظهر المراكب يهللوا ويكبروا، وهم شايفين طيارتين الكيان فانتوم وميراج بيتحولوا لكتل لهب وبيغطسوا في قلب البحر. الطيارة التالتة هربت وهي مخرمة والدخان طالع منها وبتنازع، والكيان كالعادة حاول يداري الخيبة بيانات كدابة. والمتحدث بتاعهم طلع يقول: وقعنا 3 طيارات مصرية. والمضحك إن البيان ده اتذاع والمعركة كانت لسه شغالة، يعني بيكذبوا وهم لسه حتى في الجو. الحقيقة إن كل نسورنا رجعوا القواعد بسلام ما عدا بطل واحد قفز بالمظلة ورجع لأرضه مرفوع الراس. واللي يخليك تفخر بجيشك أكتر إن المعركة دي كانت الحلو بتاع اليوم، لأن الصبح بدري الساعة 7:15 طياراتنا كانت مخلصة مهمة أصعب في سيناء، دكت تجمعات العدو في منطقة الكاب والأنطرة ودمرت بطاريات آلياتهم بالكامل. يعني المصريين في اليوم ده صبحوا وأمسوا على العدو بضربات موجعة. يوم 26 فبراير سنة 1970 ما كانش مجرد اشتباك جوي، ده كان رسالة واضحة من الرئيس جمال عبد الناصر وقادة الجيش: الزراعة الطويلة هنقطعها وسماء مصر محرمة على أي معتدي. بفضل المهارات دي والمكافآت المعنوية اللي كانت بتدفع للطيارين الجدد اتبنى الجيل اللي عبر في أكتوبر وحطم الأسطورة إلى الأبد. تفتكروا لو ما كانش عندنا طيارين بالذكاء والمهارة دي في مواجهة الاستنزاف كانت الفانتوم فضلت مرعبة لينا لحد إمتى؟